حلقة جديدة بلاي ميكرز وجولة جديدة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهنبدأ بأهم اللقاءات اللي تمت النهاردة في السبت الممتاز، لقاء السيتي وتشيلسي وكمان لقاء ليفربول وإبسويتش تاون. خلونا نبدأ كلامنا بقمة الدوري الإنجليزي اللي تمت النهاردة، السيتي وتشيلسي. ويمكن كان أبرز حاجة في لقاء النهاردة هي المفاجأة اللي عملها جوارديولا لجماهير فريقه بالدفع بالوجوه الجديدة مرموش وعبد القادر خوسانوف المدافع الأوزبكي في التشكيل الأساسي. وخلينا نبدأ نتكلم عن انطباعنا الأولي عن أداء اللاعبين. نبدأ بالمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف اللي بدأ بداية كارثية، فبعد دقيقتين بس بيحاول يرجع الكوره براسه لإيدرسون حارس مرماه، ولكن بتبقى ضعيفه يستغلها جاكسون مهاجم تشيلسي ويعملها بينيه المدويكي اللي بمنتهى السهوله بيحط الكوره داخل المرمى. ما اكتفاش في كده بقى عبد القادر خوسانوف، ولكن ميس باس في الدقيقه 8 بيتبعه تدخل منه قوي، الحكم بيديله انذار وكان ممكن يطرده. اللعيب بقى تحس انه اتاخد كده، اللي هو انا بعمل ايه هنا؟ هو انا ايه اللي انا بعمله ده؟ احنا هنبداها كده في الدوري الانجليزي؟ والولد كده تحس ان عينيه دمعت وهيعيط، وده ادى تعاطف للولد من كل الجماهير المصريه اللي كانت بتتفرج على الماتش. وده يوريك قد ايه احنا كمصريين شعب طيب وشعب بنتعاطف مع اي حد في محنه. تخيل الموقف ده حصل مع لاعب عنده 20 سنه، يعني مش لاعب عنده خبرات، مثلا لاعب عنده 20 سنه في اول لقاء ليه في فريق جديد في دوري جديد، ايقاع مختلف طبعا، الدوري الفرنسي غير الدوري الانجليزي تماما. ولكن بدا الولد مع الوقت ان هو يقف على رجله وان هو شويه شويه يبدا مستواه بيتحسن. لا، اللعيب باين ان هو لعيب كبير وان هو كورته كويسه جدا، وفعلا زي ما الجماهير في اوزبكستان بتشبهه بفان دايك اوزبكستان، فعلا اللعيب كورته حلوه جدا وستايله قريب من ستايل فان دايك، واللاعب ده مع مرور الوقت هيبقى من احسن مدافعين في العالم. نيجي بقى لابننا عمر مرموش اللي ادى اداء النهارده ممتاز بصراحه، كان ينقصه فقط ان هو يجيب هدف. هو جاب هدف بالفعل ولكن اتحسب تسلل، ولازم مرموش ياخد باله بقى من القصه دي، انه وقع النهارده في التسلل اكتر من مره. ولكن على مستوى التحركات وعلى مستوى السرعه وعلى مستوى المهاره مرموش النهارده كان ممتاز بصراحه. ولكن يمكن كان ينقصه او خط وسط السيتي النهارده ما ساعدوش، لان مرموش يمكن انا خدت بالي من حاجه يعني قلت عليها كده، لو انتوا خدت كمان بالكم منها ولا لا، ان في اكتر من مره مرموش بيتحرك من ورا دفاع تشيلسي وبيحاول يكسر مسيات التسلل اللي عاملينها لعيبه تشيلسي، ولكن خط وسط السيتي ما بيساعدوش، يعني سواء كوفازيتش او سواء جندوجان ما عندهمش المهاره ان هم يعملوا بقى بينيات بسرعه يودوا مرموش انفراد. ويمكن لو دي بروين موجود النهارده كان الموضوع اختلف، وكان ودى مرموش اكتر من مرمى، وكان فرص مرموش في التسجيل هتبقى اكتر. ويمكن ده من الحظ السيء لمرموش ان هو ما بداش النهارده مع دي بروين، ولكن ان شاء الله الماتشات جايه كتير، وان شاء الله الاهداف جايه لمرموش كتير، ونشوفه من هدافين الدوري الانجليزي باذن الله. من الحاجات برضو اللي كانت شاغله بالنا جدا ان احنا نشوف ازاي جوارديولا هيوظف مرموش من نوعيه اللعيبه اللي بيلعب في كل اماكن الخط الامامي، وشفناه مع فرانكفورت لاعب مهاجم صريح، لاعب رقم 10 تحت راس الحربه، لاعب جناح يمين ولاعب جناح شمال، فبيلعب كويس جدا في كل اماكن الخط الامامي. النهارده بقى جوارديولا لعب بطريقه 4-3-2-1، لعب بهالاند وراه مرموش ووراه فودن، فمرموش هنا يعتبر قريب من المرمى، ده مركز مناسب جدا لمرموش، بيخليه دايما قريب من المرمى، بيخليه دايما يتبادل المراكز مع هالاند، ممكن هالاند ينزل ياخد المدافعين معاه وينطلق مرموش بسرعته، وده ان شاء الله هيديه افضليه في تسجيل الاهداف، ودي امكانيه كبيره في تسجيل الاهداف، خاصه ان ماتش النهارده اثبت ان جوارديولا واثق في عمر مرموش وفي سرعه ومهاره وامكانيات عمر مرموش، ان انت تبدا بيه بعد 48 ساعه من قدومه للسيتي، دي ثقه كبيره. والثقه دي شفناها كمان لما كان في ضربه حره مباشره على حدود منطقه الجزاء، ساب بقى فودن وساب جندوجان وساب كل لعيبه السيتي واختار ان مرموش هو اللي يسددها، فدي ثقه كبيره من جوارديولا. اتمنى ان مرموش يستغل الثقه دي ويبقى واحد من هدافين الدوري الانجليزي. فوز النهارده كان فوز مهم جدا للسيتي عشان يرجع بقى لسلسله النتائج الايجابيه من تاني بعد الخساره اللي خسرها في دوري الابطال قدام باريس سان جيرمان، والريمونتادا اللي عملها باريس عليه بعد ما كان السيتي متقدم بهدفين ورجع باريس كسب الماتش 4-2. ففوز النهارده فوز مهم جدا للسيتي. كمان ملحوظه مهمه جدا في تعاقدات السيتي، يعني السيتي مشكلته الاساسيه من اول السيزون كان غياب رودري واللاعب رقم 6، برضو عنده مشكله في الدفاع. انت دعمت بقى في الدفاع ب2،
دعمت بمهاجم اللي هو مرموش عشان يبقى عندك بديل لهالاند ويبقى عندك لاعب يخدمك في كل مراكز الخط الامامي زي ما قلنا، ولكن سبت اهم مركز واهم مشكله عندك منذ غياب رودري، وهي لاعب الوسط الدفاعي او اللاعب رقم 6 اللي هي اصلا مشكله السيتي. بتحاول بقى تجيب كوفازيتش شويه، تجيب جندوجان شويه، برناردو سيلفا شويه، ولكن محتاج لاعب بمواصفات خاصه في المركز ده عشان هو اللي بيشيل فرقه السيتي كلها. اما عن تشيلسي فهنلاقي تشيلسي بيواصل سلسله نتائجه السيئه في الدوري الانجليزي الممتاز. يعني لو بصينا على اخر 6 ماتشات لتشيلسي في الدوري قبل هذا اللقاء هنلاقيه كسبان بس ماتش واحد منهم وخسران ماتشين ومتعادل 3 لقاءات. تشيلسي اللي قبل ال6 لقاءات دول كان بيحقق نتائج جيده جدا، وبدات الناس تقول ان ده المنافس الحقيقي اللي ممكن ينافس ليفربول على اللقب، في ظل بقى ان السيتي كان مستواه متراجع جدا ونتائجه كانت في الارض. وكمان ارسنال اللي كان بيمشي على سطر ويسيب سطر، الناس بقى توسمت في تشيلسي، قالت هو ده المنافس اللي هينافس ليفربول على الدوري، هيحللنا الدوري. كمان لان لو بصيت على السكواد تشيلسي من اقوى الفرق في انجلترا، عندها سكواد وعندها بدائل، وطبعا تعاقداتهم الكبيره اللي عملوها على مدار السنتين الماضيتين، فكله توسم خير في تشيلسي. ولكن ماتش ورا ماتش بتلاقي تشيلسي بيبعد عن لقب البريمير ليج وعن المنافسه في البريمير ليج. تشيلسي رغم الانفاق الكبير اللي عمله في السنين الماضيه وكم اللعيبه الكبيره بارقام كبيره جدا اتعاقد معاها، ولكن تحس ان هو اغفل اهم مركزين في الملعب. يعني مركز حراسه المرمى سانشيز حارس جيد ولكن مش بمستوى تشيلسي، مش ده الحارس اللي يخليك تكسب بريمير ليج، يخليك توصل لمراحل النهائيه في دوري ابطال اوروبا. وشفنا النهارده خطأه في الهدف الثاني لهالاند خروج غير مبرر بالمره. يعني هالاند معاه تشالوبا المدافع، انت طالع هنا بتعمل ايه يعني؟ وخلاص هالاند استلم وبيحاول يرقص، انت ارجع بقى مكانك. لا، هو مصمم ان هو يقف هنا كانه مدافع بالظبط مش حارس مرمى. سهل المهمه على هالاند وخلاه يعمل لوب من فوقيه، وجاب الهدف الثاني للسيتي اللي سهل اللقاء على السيتي وركب السيتي اللقاء. مش ده بس الخطأ اللي بنتكلم عليه، ولكن اخطاء سانشيز متكرره على مدار الماتشات الماضيه. كمان المركز المهم جدا اللي ناقص تشيلسي هو مركز المهاجم. ما ينفعش فرقه بحجم تشيلسي، بحجم الانفاق اللي قلنا عليه وحجم اللعيبه اللي بتجيبها وبتدفع فيها ارقام كبيره جدا، يبقى ده المهاجم بتاعك جاكسون اللي بيجيب جون ويقعد عليه 5-6 ماتشات صايم عن التهديف. يعني لازم تشيلسي يتعاقد مع مهاجم بحجم تطلعات النادي وبحجم ان انت نادي بتنافس على البريمير ليج وبتنافس كمان على دوري ابطال اوروبا. انزو ماريسكا النهارده اختار انه لاعب السيتي بطريقه الدفاع المتقدم، واختار انه يفسد هجمات سيتي من البدايه بانه يوقع لعيبه السيتي في مصيده التسلل. ولكن الطريقه دي خطر جدا مع فرقه عندها لعيبه اذكياء وسريعه زي فودن وزي مرموش. كمان شفنا لما نونيز قدر ان هو يكسر مصيدة التسلل ده، اتسبب في الهدف الاول للسيتي اللي احرزه جافارديول. ويمكن حظ ماريسكا الكويس ان مفيش تفاهم زي ما قلنا بين خط وسط السيتي وبين عمر مرموش، لان التفاهم ده لو موجود كانوا باي بينيه من تحركات مرموش اللي قلنا عليها من شويه، باي بينيه سريعه من خط وسط السيتي كانوا وصلوا مرموش بانفرادات اكتر من مره، وكان اذى جدا دفاع تشيلسي النهارده. زي ما قلنا قبل كده ان الفوز للسيتي هيجيب فوز، وهيبدا بقى جوارديولا يهدى كده ويطلع لنا افكار كويسه من اللي عنده. كان في فكره النهارده حققها جوارديولا ونفذها في اللقاء، يمكن جه منها الهدف الاول وشكلت خطوره على مرمى تشيلسي في اكتر من مره، وهو ان هو كان بيعتمد على ان لعيبه هالاند والاثنين اللي تحتيه فودن ومرموش ينزلوا تحت كده ياخدوا المدافعين معاهم، وتلعب بقى البينيه للباكين سواء ماتيوس نونيز او سواء جافارديول، وكان هم اللي بيشكلوا خطوره. شفناها في واحده راح بيها جافارديول انفراد وخد الكره على صدره وحطها في البعيده جنب العارضه، كان كره خطيره جدا وكان تصرف ذكي جدا من جافارديول، ولكن الحظ ما وقفش معاه فيها. الكره الثانيه اللي استغلوها فيها لما ضرب نونيز مصيدة تسلل وراح سدد الكره صدها سانشيز حارس المرمى، ولكن الباك الثاني بقى جافارديول من الناحيه الثانيه بيكملها داخل المرمى. الفكره ذكيه جدا وحققت النهارده
هدفها وحققوا بيها خطورة وسجلوا بيها الهدف الأول على مرمى تشيلسي. نروح لتاني لقاء معانا النهاردة، ولقاء ليفربول وإبسويتش تاون اللي انتهى بفوز ليفربول 4-1 على ملعب الأنفيلد. والحقيقة المباراة ما فيهاش كلام كتير، يعني يمكن المباراة كانت عبارة عن وان سايد جيم، مباراة في اتجاه واحد، سيطرة وهجوم من لعيبة ليفربول ودفاع مستميت من لعيبة إبسويتش تاون. ولكن مدافعي إبسويتش تاون ما قدروش ان هم يتصدوا لذكاء ومهارة لعيبة ليفربول. كمان حظهم السيء ان معظم لعيبة ليفربول النهارده كانت في يومها، خصوصا جاكبو اللي احرز هدفين جمال النهارده وصنع كمان هدف لمحمد صلاح، وسوبوسلاي اللي احرز الهدف الاول لليفربول من تسديده جميله من خارج منطقه الجزاء وسهل اللقاء على ليفربول منذ بدايته. كمان تسبب في هدف لجاكبو. كمان ابننا محمد صلاح اللي نجح في احراز هدف النهارده برغم ان هو ما كانش من احسن لقاءاته، يعني ما اداش لقاء كبير، ولكن زي ما صلاح معودنا ان لازم يسيب بصمته في كل لقاء حتى لو ما كانش احسن حاجه. صلاح بهدفه النهارده وصل للهدف رقم 19 وحافظ على الفرق مع هالاند ليه هدفين، هالاند صاحب ال 17 هدف. صلاح بهدفه ده حقق مجموعه من الارقام القياسيه، تخطى رقم تييري اونري في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي ووصل للهدف رقم 176 وانفرد بالمركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز. كمان صلاح حقق رقم تاني وحقق الهدف رقم 100 ليه مع ليفربول على ملعب الانفيلد. كمان صلاح اصبح تاني اكتر لاعب اجنبي في تاريخ البريمير ليج احرازا للاهداف بعد سيرجيو اجويرو صاحب ال 184 هدف. ليفربول بدأ التهديف من بدري في الدقيقة 10 بتسديدة بعيدة المدى من سوبوسلاي من خارج منطقة الجزاء، تسديدة أرضية ذكية جدا جنب العارضة صعب على حارس المرمى وسهل بيها اللقاء سوبوسلاي على ليفربول. وبعد كده الهدف الثاني لصلاح اللي جه في الدقيقة 35 بعد اسيست وعرضية رائعة من جاكبو، استلمها صلاح بذكاء داخل منطقة الجزاء وسددها من زاوية صعبة عشان يحرز الهدف الثاني لليفربول. اما الهدف الثالث فجاء عن طريق جاكبو بعد كرة سوبوسلاي في منطقة الجزاء اللي سددها صدها حارس المرمى ورجعت لجاكبو اللي كان متمركز كويس جدا وحطها بمنتهى السهولة داخل المرمى الخالي. اما عن الهدف الرابع فجه في الدقيقة 60 في الشوط الثاني بعد عرضية رائعة من ارنولد يقابلها جاكبو بالراس ويحرز هدف جميل والهدف الرابع لليفربول في اللقاء. وبعد الاربع اهداف دي بدأ بقى ارني سلوت خلاص اطمن على اللقاء، بدأ يعمل تغييرات وعمل 3 تغييرات دفعة واحدة، وبعد كده عمل تغيير رابع بنزول كييزا في اخر اللقاء. بدأ بقى التغييرات دي، بدأ اداء ليفربول يهدى، بدأ لعيبة إبسويتش تاون بقى تتجرأ نوعا ما وتوصل لمرمى ليفربول. هم وصلوا 3 مرات بالعدد، يعني اول مرة كانت تسديدة كده في الدقيقة 60 كانت سهلة يعني ما حققتش خطورة، ولكن اول كرة حققوا بيها خطورة كانت ضربة راس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85 انقذها أليسون بيكر ببراعة. ولكن الثالثة ثابتة بقى في الدقيقة 90 نجح المدافع جريفز ان هو يسجل الهدف الاول لإبسويتش تاون في اللقاء وهدف حفظ ماء الوجه، كمان يسجل الهدف الاول ليه في الدوري الانجليزي هذا الموسم. رغم ان ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي كمان متصدر جدول ترتيب دوري ابطال اوروبا، ولكن اشوف ان ليفربول لازم يدعم في انتقالات يناير دي قبل ما تخلص. مفيش اي كلام ولا اي اخبار بتطلع عن مفاوضات ليفربول وان خد خطوات بقى تنفيذيه عشان نتعاقد مع حد، ولكن انا شايف ان الفريق محتاج لعيبه. يعني انا مش عارف هم صابرين على ايه. ما يغركش ان انت متقدم ومتصدر بقى هنا ومتصدر هنا، لا قدر الله اصابه في الثانيه توقع الفريق. ولينا عبره في اداء السيتي لما غاب عنهم رودري، شفنا الفريق هبط ازاي. ولكن انت محتاج لعيبه، يعني محتاج مهاجم صريح. بما انت بتلاعب دياز مهاجم صريح وهو مركزه جناح، دياز ما ينفعش يلعب مهاجم. يعني هو الراجل كتر خيره بيأدي الغرض، بيحاول بيجاهد في الحته دي، ولكن مش حتته. يعني هو مش طويل، مش لاعب محطه تبدا تسند عليه وتبني عليه اللعب، ولا هو بيلعب بهده كويس، مش مكانه. فمكانه هو الجناح، ومكان المهاجم الصريح ده ليه مواصفات خاصه. لاعب كده زي إيزاك مثلا تثق فيه، تحطه في المكان ده وتنساه، يجيب لك مثلا اكتر من 20 جون كل موسم.
ولكن اعتمادك على دياز هو حل مؤقت لمشكلة، ولكن عندك الترانسفير مفتوح، تبدأ بقى تفاوض مهاجم وتتعاقد معاه يحل لك الأزمة دي. كمان محتاج لعيب في خط الوسط، كمان محتاج أكتر لاعب في الدفاع، لأن أنت عندك لو فان دايك أو كوناتي حد منهم اتصاب لا قدر الله بتبقى مشكلة كبيرة، لأن أنت عندك كونسا لسه لاعب ما تثقش فيه إنه يلعب أساسي في حجم البطولات والضغوطات اللي على لعيبة ليفربول. كمان جوميز لما بيلعب في الحتة دي بيأدي، ولكن برضه مش المدافع اللي تثق فيه وان هو تبني عليه دفاع ليفربول. فشوف ان لازم ليفربول يتحرك قبل نهاية موسم الانتقالات وتعاقد على لعيبة عشان تفضل تحافظ على تفوقك سواء في الدوري الانجليزي او كمان في دوري ابطال اوروبا. وبعد نهاية مباريات السبت الممتاز وفوز أرسنال على مباراته اللي لعبها مع ويلفرهامبتون بنتيجة 1-0، المباراة اللي طرد فيها لعيب من هنا ولعيب من هنا، ولكن نجح الأرسنال في النهاية انه يحقق المهم وان هو يفوز ويحقق ال3 نقط. فنلاقي ده ترتيب الدوري الانجليزي بعد يوم السبت الممتاز ده: ليفربول في الصدارة برصيد 53 نقطة، بعديه الأرسنال في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وبعديه المركز الثالث نوتنغهام فورست بعد الخسارة المذلة اللي خسرها النهاردة قدام بورنموث بنتيجة 5-0 لسه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة. أما السيتي فارتفع عليه المركز الرابع برصيد 41 نقطة، والمركز الخامس والسادس لنيوكاسل وتشيلسي برصيد 40 نقطة. بعد نهاية حلقتنا أتمنى إن شاء الله يكون الحلقة عجبتكم، ولو ده حصل إن شاء الله ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة واللايك والشير للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر من المتابعين. أشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.